السلام عليكم متابعي قناتي هل تعلم ديزاد. سامية رحيم ممثلة تونسية اشتهرت بشخصية صفية في المسلسل الشهير الخطاب على الباب في سنتي 1996-1997. بدأت في سنة 1977 بالمشاركة في الفيلم المصري جنوب الحب في الجزء الذي صور في تونس، واتجهت في الثمانينات إلى بعض الأدوار السينمائية في تونس، وعرفت أيضا بأدوار تلفزية أخرى بين المرأة القاسية والطيبة والمتسلطة والأجنبية في ضفائر قمرة، سيدي المحروس، شعبان في رمضان، كمانجاس، لاما، مكتوب 1 و2، نجوم الليل 1 و2، ليام، ناعورة، الهواء 2. عملت كمنتجة لفيلم غدا أحترق في سنة 1998، ومن بين الأفلام التي مثلت فيها رقصة النار وخشخاش مع سلمى بكار. عبرت الممثلة سامية رحيم عن دورها في مسلسل مشاعر وحصرها في دور المرأة الأرستقراطية الشريرة في أغلب أعمالها. قالت الممثلة التونسية في حوار على إذاعة موزايك أن الإشكال مع المخرجين الذي حصروها في هذه الأدوار، وأنها تحاول تأديتها بطرق مختلفة. من جهة ثانية، عبرت رحيم عن سعادتها بخوض التجربة مع ممثلين جزائريين محترفين. متابعي قناتي هل تعلم ديزاد، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا، لا تنسوا تفعيل الجرس، وهذا فضلا منكم وليس أمرا. إلى اللقاء.